واليوم وصفتنا جمعت بين الفاهيتا والمكسيكي وكمان حطينا لها كريمة. وصفة معكرونة كتير طيبة وبتشهي ورح تحبوها كتير. لنعرف كيف هالوصفة بتتحضر خلونا سوا نتابع الفيديو. أول شي بدنا نسلق المعكرونة ومنحط لها زيت ملح ومي مغلية ومنحطها على النار على نار واطية لحتى تستوي معنا. بعدين عنا دجاج مقطع بدي أحط له صوص حد ورشة زنجبيل، رشة فلفل أسود، رشة بابريكا وثوم بودرة وزيت زيتون. منروح لمقلايتنا ومنحط زيت الزيتون ومنكون خلطنا الدجاج مع البهارات، وبس يحمى الزيت معنا بدنا نحط الدجاج وبس يتغير لونه منقلبه وبنضل نقلبه لحتى نحط براسي أو بصل، فلفل ملونة وذرة مسلوقة وجزر مقطع كله مقطع وعودان رقيقة. بدي أحط حبتين بندورة مقطعين وملح أو ماجي وبقلب لحتى يستوي معنا الخضرة والدجاج. راح أحط علبة كريمة 200 ملي وفيكن تستغنوا عن هالخطوة بدون كريمة تعملوها، وبسقط المعكرونة فوقهم وبقلبهم مع بعض ليختلطوا مع بعض منيح، تقليبتين على النار ليمتص المعكرونة.